مرحبا بكم، هيا وينكم؟ شنو أحوالكم؟ إن شاء الله الكلكم تكونوا في خير ونعمة يا ربي، ورجعت لكم اليوم بوصفة أخرى بالليمون، وجيتكم بوصفة جاتو ياسر بنين وديما نعملها وعمري ما نستغنى عليها. واللي ذاقوا عندي الجاتو هذايا ديما يقولولي على الوصفة متاعها، وقلت علاش ليه اليوم نشارك معاكم الطريقة. وما تنساوش باش تابعوني على الانستغرام والتيك توك والفيسبوك واليوتيوب، وهيا تابعوني باش تعرفوا الطريقة. بالنسبة المكونات الكل باش نكيلهم بعلبة الياغورت، انا حطيت لهنا ياغورت جوكي، تنجموا تستعملوا اي ذوق متاع ياغورت. غسلت العلبة بالكدا وباش نكيل بيها المكونات الكل. لهنا حطيت 3 كعبات عظم، علبة مليانة بالسكر، وزيت متاع وحدة قارص، وباش نخلطهم مع بعضهم. حطيت نص علبة بالزيت وواحدة ياغورت جوكي، ونرجع نخلطهم مع بعضهم. واخر حاجة باش نحط الفرينة، خديت العلبة متاع الياغورت وكيلت بيها 3 مرات، وزدت ساشي خميرة القطو 10 غرامات، ورجعت خلطهم مع بعضهم. خذيت المول هذايا حسب ما في بالي يسميوه المول ماجيك، دهنته بشوية زبدة ورشيته بشوية فرينة، صبيت فيه الخليط وباش نهز نطيبها 30 حتى ل 35 دقيقة على 180 درجة. وهذايا بعد ما طاب خليته برد بعد ما خرجته من الفور، ومن بعديكا نقلبه كيما هكايا باش يعطيني الشكل هذا. ولهنا في الوسط باش نحط كريمة الليمون. بالنسبة الوصفة تلقاوها في قناتي على اليوتيوب، ولا تلقاوها في الفيديو اللي قبل هذايا، سينو تنحط لكم اللين تحت الفيديو. ونحلها هكايا من الجناب الكل وفي الوسط. خذيت لا كريم شانتيي طلعتها بالكدا، ومن بعديكا حطيتها في بوش هادوي وباش نزين بيها لو جاتو متاعي من الجناب كيما قاعدين تشاهدوا في الفيديو. وزيت زينتها من الفوق بالزيت دو سيترون، تنجموا ما تحطوش كان تحبوا تخليوها كيما هي. وهذا كان فيديو متاعي لليوم، وصفة سهلة وبسيطة وياسر بنينة. هاكا جربوا الوصفة وقولوا لي رايكم. وبالنسبة للعباد اللي ما تحبش الليمون تنجموا تعملوا الوصفة هذية، اما تعوضوا الليمون بالبرقدان. ونتلقاو ان شاء الله في وصفات اخرى.